في دنياهم قذف من نوره نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، وذلك النور هو نور النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نقل ذلك النور من نور إلى نور ومن صلب إلى صلب حتى استقر في صلب أمير المؤمنين عليه السلام الذي انبثق منه إلى عنان السماء، وذلك النور هو نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النور إلى وجه فاطمة الزهراء فولدت بالإمام الحسن عليه السلام، وما مضت إلا أيام وليال وشهور حتى حملت ثانيا بالإمام الحسين عليه السلام، وذلك النور الذي أبقى الأولين والآخرين في يوم ولادته ويوم بقائه وجهاده ويوم استشهاده، وهو ذلك النور نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما حانت ولادتها سلام الله عليها دخلت حجرتها والتففن النساء من حولها لتليها ما تلي النساء من النساء، وإذا بالباري عز وجل قد بعث إليها تلك المرأة العظيمة بأوصافها، وهي الأعيا التي كانت تفتخر على نساء أهل الجنة، فجلست بين يديها بدرنك من درانيك الجنة. قالت لها يا فاطمة أباركك بهذا المولود، فخذي هذا الدرنك وافرشيه على الأرض. ففرشته الأعيا وجلست عليه فاطمة تنتظر تلك الولادة المباركة بذلك النور، وهو نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بقيت بين يديها تليها ما تلي النساء من النساء وتباركها بهذا المولود ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حانت ولادتها وإذا بالباري عز وجل ينادي بين السماء والأرض إلى ملائكته أن اهبطوا عليها وغطوها بأجنحتكم وغيبوها عن أعين الحاسدين والحاقدين، وطوفوا بها مشارق الأرض ومغاربها لتكون جميعها في قبضة هذا المولود ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. استجابت الملائكة لنداء رب العزة والجلال وطارت بها إلى عنان السماء، واختفت من الوجود والأنظار والأبصار، فوجدت نفسها ما بين السماء والأرض يطاف بها من كون إلى كون حتى أحست بأن الدنيا قد أصبحت في قبضة هذا المولود ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صادمة عادت بها الملائكة وأرجعتها على فراش الولادة وهي تغطي امتثالا للأمر المتوجه إليها من قبل الله عز وجل، خوفا من أعين الحاسدين والعاقدين، وإذا بالنداء من رب العزة والجلال يخاطب ملائكته أن ارفعوا أجنحتكم عن أم الإمام حتى تلد بالإمام ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. استجابت الملائكة لنداء رب العزة والجلال وصفقت بأجنحتها وطارت
محمد وآل محمد صلوات ربي عليه علي بن أبي طالب صلوات ربي عليه فاطمة الزهراء صلوات ربي الحسن والحسين صلوات ربي زين المعصومين صلوات ربي صاحب العصر والزمان إلهي عجل فرجه صاحب العصر والزمان إلهي عجل فرجه صاحب العصر والزمان إلهي عجل فرجه فرح عدنا وسعادة في شهر الولادة بأنوار النبي ضوت أولاده في شهر الولادة الليلة فرح عدنا وسعادة في شهر الولادة بأنوار النبي ضوت أولاده في شهر العبادة شهر شعبان يا شهر الإمامة نبارك للنبي يوم الفانة شعبان شهر الخير جانا فيه انتشر نور الإمامة وحسين البطل نور سمانه 6 شهور ما زادت أيامه والدنيا فرح وسرور زاده في شهر الولادة الليلة فرح عدنا وسعادة في شهر بأنوار النبي بأنوار النبي ضوت أولاده في شهر الله انتشر نوره وهدانا وهل هلاله وبخير الفانه فيه حسين والعباس والسجاد جانا والأكبر علي نور سمانه شارك يا نبي شهر العبادة من هل الفرح زادوا الإفادة ذروا لولو ابن الله عطانا في شهر الولادة الليلة فرح عدنا وسعادة في شهر الولادة بأنوار النبي ضوت أولاده في شهر العبادة نبارك للنبي وحيدر ويانا وفاطم والحسن كلهم معانا وحيدر صاحب الراية بزمانه شفيع المحب يوم القيامة والعباس يا الوارث إمامه في الصولات ما يخاف المنايا وفي الميدان يا مروي العطاشة في شهر الولادة الليلة فرح عدنا وسعادة وفي شهر بأنوار النبي ضوت أولاده في شهر الولادة وبعد حسين ما جانا ولفانا اجا العباس بشر بالشهامة وبعد شعشع
مصمدي ويصلي نور الله من نفحاته ذكر الصلاة على النبي محمد صل على محمد وآل محمد. من بحثت عن العطور جميلها ليكون عطرك في الأنام نسيما لي بأن أهديك عطرا فاخرا وهو الدواء إذا غدوت سقيما وقول رب الخلق في قرآنه صلوا عليه وسلموا تسليما. جميعا يا عبد الخلق إليك محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء والتسعة المعصومين بني الحسين فرج عنا يا الله يا منتقم انتقم لنا ممن ظلمنا اللهم فك كل أسير اللهم رد كل غريب اللهم اشف كل مريض خاصة الإخوة المنظورين والعلماء الأعلام من أوصانا بالدعاء لإخوة الأسرى والجرحى والمرضى اللهم اشفهم بالشفاء وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك يا كريم والي المؤسسين السامعين الحاضرين احفظهم جميعا في اهليهم ومن يلول بهم والى ارواح المؤمنين والمؤمنات والشهداء ومن مات على الايمان ومن مضى من هذا الجمع الفاتحه مع الصلوات على محمد وال محمد.